وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص، سنتحدث فيه حول دور المرأة الإثيوبية في كافة الأصعدة ومساهماتها في بناء السلام، مع ضيفتي الناشطة والإعلامية الإثيوبية في حقوق الإنسان والمرأة الأستاذة سعاد عبدو محمد. أهلا وسهلا بك ونشكرك لقبولك هذه الدعوة وعمل هذا اللقاء. شكرا ومرحبا بك أختي الكريمة وكل المشاهدين، وأنا ممتنة على هذا اللقاء وإن شاء الله نكون ضيوف خفيفين عليكم. قبل أن نتطرق إلى مواضيعنا، عرفينا أكثر عن نفسك. من هي سعاد عبدو وكيف بدأت مسيرتك كناشطة في مجال حقوق الإنسان والمرأة؟ شكرا لك. طبعا مسيرة طويلة هي، ولكن إن شاء الله سوف أختصر بقدر الإمكان. اسمي كما قلت اسمي سعاد عبدو محمد. أصبح لي يعني فترة طويلة جدا في المهجر في السويد، فوق 30 سنة تقريبا. وأنا طبعا كأي إثيوبي يعني تواجهه الحروب ممن هاجروا أثناء حرب الأولى أيام الدرق ونحن صغار يعني. فهاجرت مع الأهل إلى السعودية، وكنت في السعودية 5 سنوات، ثم بعد ذلك وفي العمر 16 سنة تقريبا هاجرت للسويد. فهناك يعني أكملت دراستي بالنسبة للثانوية والجامعة. كانت رحلتي في عدة أماكن، ولكن نشاطي لحقوق الإنسان والمرأة بدأ في السويد طبعا، بحكم أنني مهاجرة في السويد. كنت بكون أني أنا عندي عدة انتماءات، يعني انتماء الهوية وانتماء الدين، فكان لدي رغبة أنه أتمسك بما كان عندي، ثم أدخل في المجتمع السويدي الجديد أيضا. فكانت بدايتي بدأت بما أنه المجتمع السويدي كان يتساءل عن الأجانب، عن حياتنا وعن ديننا وأمور كثيرة جدا. فاضطررت أنا كشابة صغيرة جدا، بدأت هناك في المجتمع السويدي على مستوى الإعلام السويدي، سواء كان في القنوات وسواء كان في الإذاعات، في كل الأماكن كنت أدعى يعني عدة لقاءات للحفاظ على حقوق الإنسان كشخص هاجر جديد، وأيضا مساعدة بحكم أنه حتى الأجنبي كيف يستطيع أن يدخل في المجتمع السويدي أيضا ويندمج دون أن يتخلى عما كان عنده. فكان هذا العمل بدأ من بدري. وكنت أنا طبعا أشرح أيضا للسويديين يعني عن الإسلام وكيف المسلم يعيش، ما هي هم دائما يسألوننا، يعني عاوزين يعرفوا نحن كيف نعيش، لماذا المرأة المسلمة تلبس حجاب، لماذا لا نأكل الخنزير، لماذا. عندهم أسئلة كثيرة حقيقة، فهم يحاولون التعرف على الأجانب بشكل عام، من أجل توفير لهم أيضا في المجتمع حتى يندمجوا في المجتمع السويدي دون أن يكون هناك مشاكل يعني في تركهم هويتهم، وفي نفس الوقت أن لا يكونوا بعيدين أيضا عن المجتمع. وأنا طبعا ساعدني بما أنه كنت شابة صغيرة، دخلت اندمجت في المجتمع، فكان لي دور أني أعمل زي الجسر بين المجتمع السويدي والمجتمع الأجانب بالنسبة للمسلمين والغير المسلمين، وبالذات في موضوع المرأة. طبعا أنا كنت مهتمة جدا منذ صغري، يعني أنا أهتم بموضوع المرأة. فكان حتى دراستي للشريعة كان من ضمن موضوع المرأة، بما أنه كما تعلمين العادات والتقاليد تقول شيء والشرع يقول شيء، فكان هذا من ضمن الأسباب. فكنت ناشطة طول المدة في السويد، والسنوات الأخيرة كنت ناشطة في موضوع إثيوبيا، موضوع الحرب، موضوع الإنسان بشكل عام يعني. جميل جدا. كما ذكرت يعني 30 عام في الغربة وإنجازات كبيرة قدمتيها. برأيك يعني من خلال تجربتك إلى أي مدى تستطيع المرأة الإثيوبية وهي في المهجر المساهمة في بناء السلام؟ حقيقة المرأة دائما لها دور كبير جدا، بما أنه هي تحمل على كاهلها مسؤولية الأسرة، مسؤولية المجتمع. وإذا كان المجتمع يعطي للمرأة فرصة أنها تنشط في كل الأماكن، فهي مبدعة يعني.
والمرأة الإثيوبية بتنوعها، يعني المرأة الإثيوبية بتنوع الشعب الإثيوبي، نجد أنه قد يكون في اختلافات جميلة جدا بين كل القوميات المختلفة، يعني بين النساء. صحيح، يعني بكل تأكيد للمرأة دور محوري في نهضة كل المجتمعات. في إثيوبيا ما هي الأدوار التي يمكن أن تلعبها المرأة لاستدامة السلام؟ حقيقة المرأة أنا في رأيي يجب أن يكون لها دور في كل الأماكن، يعني يجب أن لا تكن القسم الثاني أو الجزء الثاني، لا يجب أن تدخل يعني سيستماتيك، يعني في كل الأماكن لازم توجد، في الجامعة لازم توجد، في العمل لازم توجد، في السياسة، ويسمع صوتها وتستطيع، يعني بما أنه لا يكون مجتمع أحادي، يجب أن تدخل المرأة في كل مكان، بحيث أن هي لأنه الصورة التي توصلها للمسؤولين أو للأماكن القرارات اللي فيها يجب أن تكون المرأة فيها موجودة، لأن هي جزء مهم في المجتمع لا يتجزأ، وإلا المرأة هي لم تكن نصف المجتمع فهي أكثر من المجتمع الرجال. لكن دائما كما تعلمين مجتمع القرارات اللي فيها بتكون دائما غالبة على الرجال، فتحتاج إلى دفع من المسؤولين حتى تبرز المرأة، خاصة المرأة في هذا الجيل، المرأة الشابة القوية التي تستطيع أيضا أن تأخذ المسؤولية للمستقبل في كل شيء، يعني في التعليم، وتشارك في التكنولوجيا، في كل الأماكن نحتاج المرأة حتى تكمل الصورة، لأنه المجتمع بدون رجل ومرأة يكون ناقص يعني، والمجتمع اللي دائما يكون فيه فقط نظرة أحادية للرجل أو نظرة أحادية للمرأة، هذا ما يكون فيه توازن. فمن أجل التوازن وإحلال السلام يجب أن تكون المرأة أيضا، يعني يجب أن تكون واعية، ليست فقط تواجدها، لكن يكون عندها هدف، يكون عندها وعي من أجل نشر السلام ومن أجل إحلال السلام في كل الأماكن، ولا تكون هي سبب للخراب أو للفساد أو كذا. فتحتاج أنه تدعم في الأول وتعلم وتدرس حتى يعني تنتج هي أيضا أكثر يعني. صحيح. نعم. المساواة بين الجنسين إلى جانب كونه حق أساسي من حقوق الإنسان يعد أمر ضروري لتحقيق السلام، وفي ظل القيادة الحالية رأينا توجه كبير من الحكومة لتمكين المرأة وإعطائها مناصب هامة في مختلف المجالات. كيف تقيمين المساواة بين الجنسين في الوقت الحالي في إثيوبيا؟ نعم، طبعا المساواة على حسب ما يراها كل مجتمع، يعني ما هي مفهوم المساواة قد تختلف من مجتمع إلى آخر. مفهوم المساواة يعني نحن كمجتمع إثيوبي له عاداته وتقاليده، يعني جاء تاريخيا سواء كانت الديانة المسيحية أو الديانة المسلمة، فطبعا له أثر كبير في نظرة المجتمع لمساواة المرأة. لكن في رأيي أنه إثيوبيا يعني خاضت يعني في الأيام الأخيرة أيضا بالنسبة لموضوع المرأة، يعني تطورت أكثر مما كان من قبل، وخاصة في الفترة الحالية أيضا. طبعا لما نقول نحن المساواة ممكن أن يكون في بعض المجتمعات أن المرأة تبرز، ولكنها دائما يعني تعطى أوامر وتنفذ، فهذا يعني لا يعتبر مساواة أيضا، يجب لا تصنع القرار. فالمساواة لما هي تؤخذ بجدية وتشارك يعني من البداية في كل سلم القرارات، ويكون لها تواجد حقيقي بحيث أنها تبدع. يعني المرأة إذا تعلمت، إذا يعني أعطيت الثقة وإذا أعطيت الأمان، فهي تبدع يعني. فمن أجل ذلك يجب أن يبدأ من بدري، يعني من الصغر، يعني في البيوت في المجتمع. فيحتاج إلى توعية المجتمع ككل حتى نجد المرأة يعني ما تكون فقط متساوية في الأشياء السيئة، إنما في الأشياء المهمة اللي تشارك فيها في المجتمع. والفترة الأخيرة طبعا رأينا وزيرات، رأينا مسؤولات في كل المجالات، فطبعا يثلج الصدر يعني لما ترين المرأة كمسؤولة على كل المستويات. وفي تطور
في تطور كبير، لكن ما زال يحتاج إلى توعية أوسع في كل المجتمع، بحيث أنه يبدأ من منذ الصغر يعني. نعم. جميل. الآن ننتقل إلى دور المرأة الأثيوبية في الإعمار بعد الحرب. طبعا تعرف المرأة الأثيوبية منذ القدم بتقديمها المساعدات، وهذا ما يشهده التاريخ في معركة عدوى. الآن بعد الحرب الشمالية طبعا أسفرت العديد من الدمار. برأيك ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في المساهمة في بناء السلام وأيضا الإعمار بعد الحرب؟ نعم، طبعا الحرب دائما مدمرة وتترك خلفها يعني دمار نفسي، دمار اقتصادي، دمار مجتمعي للكل، وإن كان في مناطق معينة أكثر من آخر، لكن هو التأثير لكل المجتمع. فطبعا المرأة أثناء الحرب هي تكون أكثر وحدة يعني يأتيها الضرر، يعني لأنه هي تفقد أولادها، تفقد زوجها، ربما أيضا هي تغتصب، ربما أشياء كثيرة تحصل في كل الحروب يعني التي مرت على الإنسانية وما نسمعها في كل الأماكن. فتحتاج طبعا المرأة في هذه الحالة الآن أنه كل المجتمع ككل يتكاتف من أجل إعطاء فرصة جديدة، حتى يعني تلملم نفسها كامرأة من أجل أنها تحافظ على مجتمعها أيضا. فتحتاج لدعم اقتصادي، دعم للصحة، لأنه بتكون يعني المخلفات الحربية فقط تكون تراوما، فيها النفسيات يعني بتكون متعبة جدا. أما بعد ما أعطاها هذه المساعدات فهي بإمكانها أن تقوم سريعا. يعني المرأة بفطرتها يعني نشطة، بفطرتها أنها يعني سباقة ومعطية، وتفكر لا تفكر في نفسها، تفكر في الآخر قبل ما أن تفكر في نفسها. فأنا متأكدة أنه ما حصل الآن في الحرب الماضية حتكون محتاجة إلى دعم أكبر، ولكن أعتقد أنه النساء سواء كانوا في الخارج والآن أول فكرهم بيكون هو كيف نساعد الناس، كيف نساعد الأطفال، كيف نساعد الكبار في السن وما حصل لهم من الذين يعني تركوا بيوتهم حتى يرجعوا إلى آخره. فأعتقد أن المرأة راح يكون عندها دور كبير، وهي ستقوم، أنا متأكدة أنه سيقومون بهذا الدور يعني كما يجب، لكن محتاجين دعم أكثر بكل تأكيد. نعم. أستاذة سعاد، يعني بشكل عام المرأة قدمت العديد من الإنجازات في مختلف المستويات. ما هو دور المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في إثيوبيا؟ المرأة الإثيوبية اقتصاديا طبعا لها دور كبير، وخاصة الآن نرى أن المرأة نشطة في كل الأماكن. يعني المرأة التي تعمل في البيت، تعمل في الشارع، تعمل في الأسواق، يعني ما في مكان مجال. يعني يكفي الأمهات الذين يبيعون أشياء بسيطة برا، قاعدين يبيعوا الخضروات وإلى آخره. يعني المرأة لا تقف مكتوفة الأيدي هنا في إثيوبيا. وأيضا لا ننسى المرأة المغتربة التي تعمل من أجل أن تعطي لأهلها الاقتصاد الأفضل وتعلم إخوانها. يعني نساء بناتنا كثيرين موجودين في البلاد العربية الذين يعملون، هؤلاء يعني يضحوا بحياتهم. كثير منهم يعني ربما تمر لهم العمر دون أن حتى يتزوجوا ويخلفوا من أجل إعطاء بلدهم وأهلهم فرصة أفضل في المعيشة. فهي نشطة في كل مكان، والآن نراها سياسيا أيضا إعلاميا، وهذا يعني مؤشر جميل جدا. ونتمنى أنه كل النساء الإثيوبيات يعني يعودوا إلى بلادهم ويستثمروا في بلدهم، يعني ولا يطول بهم المهجر، لأنه المهجر دائما ليس جيد، يعني مش دائما يعني يترك بلد الإنسان. وكثير من الأحيان الذين يسكنون مثلا في بلادنا
يفتكرون أنه الخارج أو البلاد الأخرى أفضل، لكن في وطننا أيضا ممكن أن نعمل أشياء كثيرة جدا إذا تكاتفت الناس في المجتمع يعني. نعم، يستطيعون أيضا وضع بصمتهم نعم هنا في بلدهم، في وطنهم أيضا. وهذا أفضل طبعا. الإنسان لما يكون في وطنه تكون كرامته محفوظة بشكل أكبر من الاغتراب مش دائما يعني مفيد. صحيح أستاذة. ما الذي ينبغي العمل عليه لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا؟ كما أخبرتك سابقا يعني يجب أن تبدأ التفكير بالنسبة لوضع المرأة من البداية، من رياض الأطفال. يبدأ هناك التعليم دور مهم جدا في أنه أن نوجد المرأة المثقفة، المرأة الطموحة، المرأة التي يعني يمكنها أن توفق في كل شيء، مش بالضرورة يعني أن توفق في عمل وما توفق في حياة أخرى، لأن المرأة بطبيعتها تستطيع أن تعمل أشياء كثيرة في نفس الوقت. يعني ربنا رزقها هذه الإمكانية، من بداية يعني من التعليم يجب أن المثقفين والمتعلمين يجب أن يبدأوا من البداية، يوضعوا يعني خطط كيف ممكن تنشيط المرأة من الصغر، يعني ما تجي بعد الكبر فقط. يعني مثلا البنات اللي عندهم هواية في السياسة، هواية في الكلام أو في الكتابة أو في أشياء أخرى، اكتشافهم من بدري وإعطائهم نشاطات خاصة لهؤلاء الفئة اللي ممكن يعني فيما بعد يكون يعني كادر جاهز لتحمل المسؤولية سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا، لأنه نحن نحتاج المرأة في كل الأماكن، في كل المجالات. المرأة السياسية اللي تكون في تواجدها يعني يكون له أهمية في إعطاء القرار وفي دعم المرأة أيضا. يعني نحن عندنا وزارات مختلفة في الخارج، مثلا في وزارة للأطفال ووزارة يعني للمرأة، مثلا وزيرة النساء أو وزيرة المرأة، فيكون كل مجال يكون بتخصص يدرس جيدا، لأنه مجتمع كبير وبلد كبير يعني يحتاج إلى طاقات كبيرة جدا. وفي الأهمية أيضا أنه خاصة التعليم، عدم إحباط المرأة مهم جدا، أنه المرأة تعلم أنه هي مهمة جدا في مجتمعها، تشجيعها نعم في أماكن مختلفة، فبالتالي تبرز بطريقة يعني الآن المرأة في كل العالم نراها، كل بلد له تحدياته ومشاكله، ونحن عندنا أيضا هنا تحديات مؤكد. المجتمع الرجولي اللي هو دائما ليس فقط هم المشكلة الرجال، أيضا المرأة نفسها ممكن تكون عنصرية للمرأة أيضا، فدائما مش المشكلة في الرجال. نحن نفكر أنه المساواة يعني بسبب الرجال ما تكون متوفرة، لكن بسبب أيضا المرأة نفسها، عدم رفع نفسها ورفع المرأة يعني التي أمامها. فدائما نجد أيضا أن النساء يعني لا يشجعوا بعدهم، فهذا مهم جدا أنه كل امرأة تشجع امرأة أخرى من أجل أن تبرز ويكون أفضل يعني للمستقبل بإذن الله.